يا اهلا بكل المشاهدين لقناتنا وكمان الناس الجديده. وبيبتدي فيلمنا بالجنرال اللي في الجيش الباكستاني اللي بيعرف انه قدامه خلاص 3 سنين قبل ما يموت، وبيسمع خبر ان الهند حظرت الباكستان وبيقول خلاص الحرب ابتدت وهتكون على ايدي ان شاء الله. وبيتصل بواحد اسمه جيم علشان يستعد انه ينتقم من الهند، وبعد 3 سنين استعدوا الباكستان باسلحتهم ورجالتهم وكمان ستاتهم. وبيتكلم واحد اسمه جاي ومعاونه في الحرب وبيجي لهم ولد وبيقول لهم في واحد هندي بيسال عن روبي، وبيروح له وبيعرف انه بسان وبيقول له انت ازاي عايش لحد دلوقتي. وبسان بيقول له فين روبي، وبيبتدي يوجه المسدس ناحيه بسان علشان يموته. وابتدى بسان يفك نفسه يقتل فيهم يمين وشمال لحد ما وصل لجاي، وابتدى يرموا عليه قنبله فانقذه ونزل بيه وطلع عليه الرجاله اللي ما بتخلص، وابتدى يقتل فيهم وبياخد الطياره وبيربط جاي معاه وبيقول له عمرك شفت الحركه دي؟ انا هوريك دلوقتي. وبيبتدي يطلع بيها وبيطلع اسلحه من الطياره وبيضربهم وبيهرب قبل ما سلاح البازوكا يسيبه. ودي صاحبه بسان في الجيش اللي بتعرف مكان روبي فين وبتبتدي تروح لها وبتاخد طيارتها ومعاها زميلها وبيقول لها مين بسان، وبتقول له بسان ده كان جندي قوي جدا ومن سنتين حصلت له حادثه وكان بين الحياه والموت ومحدش توقع انه يرجع تاني وبنفس القوه او اكتر كمان. وابتدى يتمرن ويرجع ويجمعوا فريق زيه كده وابتدوا يدوا فريقهم اسم. وبيجي رئيسهم اللي مش مقتنع بيهم وبيقول لهم انتوا شبه اسر البياض، فبياخدوه يوروا له عمليات حصلت بالفعل وكمان العمليه اللي هتحصل في دبي، وان رئيس الهند هيحضر بنفسه وكمان معاه علماء من الهند وهيكونوا موجودين. وبيقول لهم لازم نضاعف حمايه الرئيس. وكمان بسام بيقول له ممكن تسمح لي انا وفريق اسر البياض نروح نامن العمليه دي، وبيوافق طبعا وبيسيبهم يروحوا. وبعد ما الامن بيامن طريق الرئيس وكمان بياخدوه طريق تاني اكثر امانا، فبسام بيقول لهم يبقى العين مش على الرئيس، العين على العلماء. وفعلا بيظهر جيم وقتها وبيضرب بسلاح البازوكا وبيدمر الامن وبياخد العلماء. ورئيس بسان بيقول له كان عندك حق يا بسان، هم عينيهم على العلماء مش الرئيس. وابتدوا يبعتوا له موقعهم وبيغير مساره عشان يوصل لهم، ولما بيكون معاهم في نفس الطريق وللاسف جيم بيخليه يغير مساره ولكن بسان ما بيستسلمش وبيوصل له، ولكن جيم بيدمر عربيه بسان وبينزل جيم وبيروح للنسان. وبنعرف وقتها ان جيم اصلا عميل من جيش الهند ولكنه اصبح عميل ضد الهند دلوقتي ورجع علشان ينتقم منها. وبسام بيفك نفسه من العربيه وكمان 2 معاه وللاسف بتنفجر بيهم وبيخسروا صاحبهم التالت وهم بينقذوه. وجيم بعد ما بيمشي بيلاقي طياره جات له وبيربط فيها عالم من العلماء وبياخده. وبيوصل بسان كمان بطياره وبيعمل حبل ما بين الطيارتين وبياخد العالم ده وبيبتدي يتقاتلوا. وجيم بيضرب بسان شويه وبسان يضرب جيم شويه، واما جيم بيمسك حبل الطيارتين في العربيه وبيقول لبسان العربيه داخله النفق وكده كله هيموت. وبسان بيخلي طيارته تفك الحبل عشان ينقذ العلماء على الاقل. ولما بيوصل بسان لمقر الفريق بتاعهم وبيقول لهم انا عارف اسم العمليه بس مش عارف اي تفاصيل عنها. ورئيسه بيقول له جيم ده كان افضل عميل عندي ولكن الارهاب اخدوه وكانوا طالبين رهينه 100 مليون ليه ولزوجته، واحنا ما تفاوضناش معاهم وافتكرنا ان هم ماتوا واعتبرنا شهداء وسلمنا عمه الجايزه. وبيعرف بسان اسم العمليه وكمان في واحده اسمها روبي مشتركه معاهم وليها دخل في العمليه دي، فبيقرر ان هو يروح لها اسبانيا. وبيروح روبي لاسبانيا واحنا كمان بنروح معاه لاسبانيا. وبيروح لروبي وللاسف بيلاقي جيم وبيلاقيها مصياده ليه وبيعملوا كمين عليه. وجيم بيعرض على بسان ما تيجي تشتغل معايا وسيبك من جيش الهند اللي ما بياكلش عيش ده، نهايتك كده كده معروفه. ورفض بسان عرضه لانه بيحب وطنه. واما جيم اخد طيارته ومشي وابتدى يقول لرجالته اقتلوه، ولكن روبي بتنقذه وتدافع عنه. اما بسام بيفك نفسه وبيضرب شويه معاها وبتقول له انا عميله معاهم من سنه عشان اعرف كل خططهم. ولما بسام بيلاقي روبي اخدت طلقه بياخد مسدسها ويضربهم كلهم. وبعد كده هربوا ونطوا في الميه وبياخدها بسان ويعالج جرحها وبيسالها على الحلم اللي كانت بتحلمه وبتقول له انهم اخدوا باباها قدام عينيها. وبيعرف منها ان العمليه الجايه بعد 7 ايام وهيتم فيها عمليه كبيره جدا ان هو هيسرق مواد كيماويه. وبيروح بسان وروبي لمكان العمليه واحنا معاهم، ولكن فندقهم قدام البرج والعمليه بتاعتهم في الدور اللي هو 92 مكان الخزنه، ومفيش اي حل لفتحها غير ان هم يجيبوا القفل والمفتاح في نفس الوقت. والقفل بيبعد عن المبنى 12 كيلو متر اما المفتاح بيبعد 16 كيلو متر. فقال لها انا محتاجين طيارتين علشان نكون في نفس الوقت مع بعض قبل ما يتقبض علينا. وبيعرفوا يجيبوا بصمات الراجل اللي المفتاح معاه في الخزنه. وبيروح بسان ياخد بصمه القفل من الست اللي كان مديلها منوم وابتدت تقوم وابتدى يغني لها عشان تنام وافتكرت انها في حلم. وبيحكي بسان للربيع عن اول عمليه عملها في افغانستان، والزعيم طالبان كان بيقرر يدمر مكان في القريه والمكان ده كان فيه مدرس وكمان 30 طفل معاه. وابتدى بسان ينقذهم بان اخذ التليفون اللي مرتبط بعمليه التفجير ورماها بعيد، وابتدى ينقذ كل الاطفال اللي في القريه. ومن وقتها اهل البلد عملوه كابنهم وبيحبوه جدا. ونيجي لعمليه بسان وربي اللي هما الاتنين بيدخلوا عشان يفكوا الشفره، وربي بيطلع عليها واحد من الامن وبتعرف تتصرف معاه وبيطلعوا يركبوا الطياره اللي مكان الخزنه. وبتعطل ربي بطيارتها وبتقع منها السكينه اللي هتقطع بيها الحبل بتاعها. وبسام بيضحي بحياته كلها
وبيوصل لها ويتعامل بسكينته، وبيوصلوا للخزنه بالفعل وبيحط القفل والمفتاح عشان يفتح، وبيوصلوا للتركيبه الكيميائيه اللي كان عايزها جيم وبيديها الروبي اللي بتغدر بيه وبتحبسه في الخزنه، وهي كانت تبع جيم اصلا وكانت عارفه ان باسان هيعرف يوصل للتركيبه اسرع من جيم نفسه. وابتدى باسان يبلع الطعم مرتين، واما باسان بيتقبض عليه ومديرته بتتخلى عنه وبتقول لهم لا يا ريت لو تضربوه رصاصتين احسن، وبيدوا كمان المسجونين اسلحه وبيربطوا باسان ويبتدوا يضربوه، لكن هو زي العاده بيفك نفسه وبيقول لهم بصوا الحركه دي وبيضربهم وبيتفادى ضرباتهم لحد ما بيجيب اخره، وكان عايز استراحه حرب ولكنه مرضيوش، كل ضرب وابتدى يحضر صديقه وبيديله برشام وميه وبيقول له خد عشان تفوق كويس، وابتدى صاحبه يضربهم واخد استراحه، قال له انت كده طولت يا باسان يلا قوم، وابتدى باسان يقوم يعمل شغل معاه وبيضرب، وكمان واحد مع المسجونين وواحد مع الضباط، وبيحمي نفسهم من القنبله وبيكملوا خناقه طبعا، ولما بيلاقوا في طياره بتضرب صاروخ عليهم بيدخلوا على قطر النفق وبيطلع عليهم الضباط وبيضربوهم لحد ما بياخدوا منهم الرشاشات وبيدمروا الطياره اللي عايزه تموتهم، ولكن للاسف الطياره بتقع على خط سير القطر اللي هم ماشيين عليه، ويبتدي باسان وتايجر ينجوا منها. وبعد ما طلعوا تايجر صاحبه قال له باسان انا عايزك تكون عايش لان انا ممكن احتاجك قريب، وكل ده حصل من سنتين. واما الحاضر دلوقتي هو اللي كان بدايه الفيلم، ان باسان كان خاطف قائد جيم اللي هو جاي، وبيعرف منه ان هو اشترى صواريخ بس مش عارف هيعمل بيها ايه، واللي كانت مديره فريقه بتديله صوره وبتقول له انا عرفت مكان روبي، وباسان بيعمل خطه وبيوصل لها من ظهرها وبتقول له ان جيم عمل فيروس في الهند علشان يضربه في الصواريخ اللي اشتراها، وانها بتعمل ده كله عشان تنقذ ملايين الناس اللي هتموت، وطبعا الفيروس جديد ملوش علاج، وده اللي خلاه يخطف العملاء في اول الفيلم، وبتقول له على الجنرال كمان اللي بيساعده، وانها بتعمل كده عشان تنقذ الملايين اللي هيموتوا بسبب الصواريخ دي، وبيطلب منها باسان مكان المعمل، والدكتور بيقول لجيم دي بلدك اللي انت عايز تدمرها يا جيم، راجع نفسك كويس، قال له الكلام ده للضعيف اما انا قوي هدمر كل البلد دي وخلاص الباكستان بلدي. وبيحضر باسان وبيدخل عليهم جيم، ولكن روبي بتحاول تاخد الكورتين من الدكتور وبيشوفها جيم وبيضربها بالنار، وبياخد جيم الكورتين وبيهرب، وبيطلع جيم بالموتوسيكل على التلج معاه الكورتين، وباسان يسيبه لا يطلع له ويطلع معاه كمان بموتوسيكل، وبيرمي قنابل علشان يعطل باسان، ولكن باسان بينجح في ان هو يهرب منها، وبيضرب الشنطه بالنار عشان تخرج منها الكورتين على التلج وياخدهم، وبتيجي روبي علشان تساعد باسان، اما جيم بياخد كره من الاتنين والتانيه مع روبي، وللاسف جيم بيرمي عليها قنبله فبتقع في الميه والكره معاها وبينقذها باسان، وبيوصلوا لمقر الجيش وبياخدها القائد علشان يفحصوها علشان يعملوا مصل مضاد للفيروس قبل ما جيم يضرب الصاروخ على الهند، وبيبتدوا يقبضوا على روبي، اما العالم للاسف بيكتشفوا انه حاطط فيها الفيروس عشان ينتشر في المعمل والناس اللي شغاله عليه، وبيبتدي يجي لهم المرض ده، والست اللي شغاله معاهم اللي هي مديرتهم بتقول لباسان انا قررت خلاص نقفل المعمل ونفجره، وباسان بيودعها وبتقول له لازم يا باسان تنتقم لفريقك ووطنك من جيم، وبيحسن باسان على فريقه جدا، واما جيم بيعرض عليهم انه يتخلى عن احسن ارض عندهم في الهند مقابل ان هو ما يضربش الصاروخ الحامل للفيروس، وباسان بياخد روبي من مكانها وبيبتدوا يهربوا، وبيروح الجنرال اللي شفناه اول الفيلم الجيم وبيقول له ان في فيديو ان المرض انتشر في افغانستان، وبيبتدي يتضايق منه جدا لانه ابتدى يدمر البلد اللي هو فيها، وابتدوا يروحوا هناك، وباسان بيبعت رجالته علشان يشوف المكان اللي هناك والناس الميته، وبيلاقي انه الكره دي لعبه اصلا، وده كمين من باسان واهل بلد اللي بيحبوه، وجيم بيلاقي باسان ورجالته هم اللي جايين، وابتدى يثبت باسان كالعاده علشان يدي فرصه للصاروخ ينطلق اللي هو انطلاقه بعد 3 دقايق، وبيتخانقوا، صاحب باسان كمان بيفديه بالرصاص، اما جيم بيهرب وروبي بتحاول توقف، وكمان الجنرال بيمنعها فبتقتله، اما جيم بيركب جناحاته وباسان يسكت لا يركب جناحات هو كمان، اما روبي ابتدت الضرب في رجاله جيم، اما صاحب باسان في الفريق نجح ان هو يوقف الصاروخ ولكنهم اكتشفوا انه فاضي اصلا، واما باسان بيتخلى عن طيارته وبينزل على جيم وبيوقعه على بيت في الجبل، وروبي بتعرف من رجاله جيم ان كره الفيروس في طياره هتنفجر اول ما توصل في مدينه كبيره جدا في الهند اول ما تنزل، اما باسان بيقاتل جيم وبيعرف ان معاه جهاز تحكم الطياره اللي فيها الصاروخ اللي فيها الكره الفيروس، اما مدير باسان بيكلم الطياره اللي فيها الفيروس وبيكلم الطيار وبيقول له ما ينفعش تنزل في المدينه دي لان فيها صاروخ وفيروس ضار للمدينه، اما مدير باسان بيدي قرار ان يطلع صاروخ يدمر الطياره دي قبل ما الفيروس ينزل وينتشر، واما باسان بعد ما جيم بيضربه بسكينه بيفتكر انه خلص عليه بياخد منه جهاز التحكم، ومدير باسان بيوقف الصاروخ اللي رايح يدمر الطياره نفسها، وبيقع جيم وبيقول له باسان ابن البلد بجد بيقولش الهند ادتنا ايه، بيقول احنا هندي ايه للهند، ومدير باسان بيعرض عليه يمسك احسن فريق وبيقول له عايزهم يطلعوا زيك بيحبوا البلد. فيلمنا خلص اما باسان وروبي لسه مكملين.